لا والله يبشركم بالخير يا رجاله. انا اخش انام اكل واخش انام. بوم 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 بدري جامد قوي قوي. لم الحوار ده جامد على فكره، جامد طلع ستريس الدنيا كلها، فاهم؟ يعني المفروض ان انا بكون بشوف الفيديوهات دي دلوقتي في الفتره اللي انا خلصت فيها ثانويه عامه وبحضر الفيديو بتاع الفيدباك بتاع الثانويه العامه او نصائح الثانويه العامه بشكل عام. حاليا الساعه 7 وربع، جيت امتحان العربي وانا قاعد بذاكر بره. فعملت حاجه لذيذه كده، كان اللي بيقف معايا في الحل في الامتحانات السابقه كنت بكتبها مثلا هنا وبعلم على الحاجات اللي مخلصها، فاهم؟ بحيث ان انت لما تلاقي علامات صح كتير الموضوع ده يفرق معاك. يعني انا لميت حاجات كتير فعلا او رجعت على حاجات كتير ناقصاني، والحاجات اللي بحس ان هي معصلجه معايا شويه في المراجعه او ببقى بنساها او بقوم كاتبها كده، فاهم؟ بتلخيصها انا فاهمها، بس ان انا ابص عليها كده، مش لازم افتح مذكره ابص عليها اشوف على طول ايه الدنيا. فحاليا قاعد براجع على المذكرات اللي هي كان عامل لنا مدرس نموذجين امتحان، فقاعد براجع عليهم. وهكمل مثلا، مش عارف، انا صراحه مش عارف، بس انا ممكن اقعد احل وخلاص. ما اعتقدش ان هيبقى فيها حل تاني غير فكره ان انا اقعد احل وخلاص. خلصنا الامتحان. فرنش كان لذيذ بالنسبه لي، كانت القطعه كان فيها شويه حاجات مش مفهومه قوي بالنسبه لواحد يعني مش حريت لغه، تمام؟ بس بشكل عام الامتحان مقبول او لذيذ جدا، ده بالنسبه لي. بالنسبه لا الامتحان كان سهل وانا شايف ان هو سهل، بس جدا. بالنسبه لي كانت شويه تكات معينه كده. بس القهره الاكتر من الامتحان ان انا طالع بنسبه كبيره شايف ان الدنيا لذيذه. اللي قهرني اكتر ان طلع واقف عليا مدرس فرنش، تمام؟ وقال بي طول اللجنه ما تراجعوش ما تراجعوش وما تسجلوش اجابات والكلام ده كله. وفي الاخر هو اللي جه بعد اللجنه ووقف معانا وقال لنا خلي بالكم ناس كتير كانت عامله النقطه دي غلط. انا يا دوبك سمعت منه سؤال لقيت نفسي غلط، التاني لقيت نفسي برضو تقريبا غلط، حاطط ايدي على ودني وقمت طالع على طول وسايب اللجنه. انا مش عارف اطلع من اللجنه طبعا، بس ايه لغايه ما كله يطلع. فضلت حاطط ايدي على ودني بحاول ان انا ايه احافظ على اي سلام نفسي موجود جوايا عشان داخل على الكيمياء دي بالذات كنت لازم ابقى في حاله بيرفكتو عشان اعرف اتعامل. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايز قهوه فرنساوي، معلقتين قهوه، ثم 4 معالق سكر، ثم كلها لبن، ثم قلب، ثم حطها على الرماله. بيب بحب القهوه الحليب. الا تلت ليله امتحان الكيمياء ولسه اتبقى لي نص لغايه ما ذاكرتوش. النص الاخير ما اعتقدش ان انا هيبقى عندي وقت ان انا لسه اذاكره او اتفرج له على حاجه. ممكن احل امتحانات شامله، يعني انا حاليا بصحح غلطات الابواب اللي حلتها، تمام؟ اول وثاني وثالث ورابع وكده. فاتبقى لي النص الثاني وباقي ما اعتقدش ان انا هذاكره، هخش على طول على الامتحانات الشامله. على الاقل حتى احل امتحان واحد شامل الحاجات كلها واجيب الغلطات منه، لو في وقت ممكن اكمل، ما فيش وقت يبقى على الله. ولا السلسلة هتفك. السلسلة يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ولا كنت مت قبل امتحان الكيمياء. طب انت ايه رايك يا عمرو بما ان النهارده ليله امتحان ثانويه عامه؟ الحمد لله، وقدر ولطف. احسن من غيرنا. اخر ليله ثانويه عامه الساعه كام؟ فلسفه بس يعني. وانا خلصت حوالي 3 وحدات بس من الاستاتيكا، فلسفه بس المنطق لسه. واتبقى لي 3. والساعه كام؟ الساعه دلوقتي 9 داخله على 10. 9 داخله على 10. تعال ننزل. فاللي هو صباح الفل قوي. انا ثانويه عامه عملت فيها المنظر ده، بس كان هنتداس ليله الامتحان ولا ايه؟ والله خلاص توثيقا لليله امتحان الثانويه العامه. انا بعمل طياره ورا ماشي برضه احتفالا بليله امتحان ثانويه عامه. بس كده رايحين ناكل فريسكا دلوقتي. ولسه عليا 3 وحدات استاتيكا هنلمهم في شويه يعني باذن الله. بس كده كوبايتين جد و3 ساعات شاي على عادي، فاهم؟ اخر مره اقول الكلمه دي اخر ايوه هنقولها ولا ايه في سنه الكليات بقى مع الناس الكبيره اللي بتلبس السمر بقى. ياه ان شاء الله. احساس ربنا ما يكتبه علينا برضه، ان انا مش عايز اشيل حاجه في الكليه. يا رب مشاكل من دي اللي هي بتاعت ما اتمناهاش، لا مش لدرجه السمر. بس كده ليله امتحان، يا رب بس التوكيل دول ما يمسكوناش ما يحسبوناش هنفرقع حاجه. المره الاخيره اخر ليله في امتحان ثانويه عامه، وكم السعاده اللي الواحد فيها. الف مبروك. بالظبط، هنتلاقي يهنج علق. بس كده
اتمنى اكون بعمل الفيديو ده وانا في حته احسن بقى في الكليه اللي انا عايزها. الرابر القادم جاي انتظروا. معرفش صيدلة انت علم رياضة. الساعة 12 النتيجة تطلع 12 و6 بالدرجات على موقع الوزارة. حاليا انا قاعد مستني، فاتح اللاب فاتح تليفونه وقاعدين مستنيين، وموقع لغاية دلوقتي بتاع اليوم السابع بيقول لي سجل بياناتك، ما قاليش اضغط هنا على الحصول على النتيجة. فمستنيين مستنيين. انا مش عارف، نزلت مش عارف الصراحة. ما انا مش عارف. لا مش وقت ريكوردات، احنا بنسجل فيديو، انت هتعمل لي ريكوردات دلوقتي؟ ما في موضوع بيقول لك رقم التحقق وبتاع ايه ده؟ هنشوف. هو حاليا اليوم السابع لغايه دلوقتي عمال اعمل ريفريش للبيج بتاعتهم، ولغايه دلوقتي برضه لسه مفيش اي حاجه ظهرت. في الانتظار. موقع ترقبوا نتيجه الثانويه العامه بعد قليل. معرفش ان في حد جابها في ناس جابت ولا جابوها منين. والله ادينا بنشوف. مش عارف فاهم انت اللي هو في لحظات توتر، انت داخل هادي بس هو حماس، يعني ما اقدرش اقول عليه ان هو توتر قد ما هو مثلا حماس، فاهم؟ طبعا امال وانا سايبها على الله يعني والله. ان شاء الله ربنا مش هيخيب ظننا فيه. نصلي العصر لا الدور. موقع اسمه نتيجة دوت كوم، فمش عارف الصراحة ايه الدنيا، فبملى البيانات وخلاص. نزلت مش عارف. وانا بالغلط دوست على الايقونة بتاعت لعبة الفراخ. واللاب تقل. اللاب هنج. مش وقته خالص. اللاب هنج. هات من عندك بسرعة. ده مش وقته خالص. من عندك بسرعة. ايوه هنج وما تفتحهاش الله يكرمك. ما بيخرجش من هنا، كنت بتخرج من الحاجات دي ازاي؟ مش شغال يا مولانا. اهو يا عم وقته ده، ما طلعتش من الاوائل، اسكت بقى. تعشمين عشم ايه يا ابني الولد بيقول شوفوا نتيجة مصطفى اللي على التنسيق، قالوا يعيدوا التصحيح عشان لقوه مقفل. يا مسهل. اختار محافظتك. اسكندرية دولة جنب دولة. النتيجة متاحة على اليوم السابع. جاب لي بتاع اللي الوزير كان منزله، اللي هو النتيجة متاحة على اليوم السابع بس. اليوم السابع مش متاح. اليوم السابع بعد قليل. صباح الفل. في انتظار أي حاجة. شاكك في اللي فوق. والله ما جبتها. جلوسي 549 637. هو ده الرقم السايت اللي انا قلت لك عليه من الاول. ايوه. ايرور. متهزروش. لا اله الا الله. طالما انت جبت كده انا جبت كام؟ انت كنت بتطلع فرحان اكتر مني في الامتحان. خير ان شاء الله. خير. طب ابعت لي اللينك ده واتساب. افتحه من اللاب. ما هو اللينك ده انت اللي بعتهولي. انهو؟ هو اللي انت بعتهولي اساسا. ابعتوا لي واتساب برضه. بس ابعتهوله. لا انا عايز اجيبها الاول. لا انا عايز اجيبها. امي ابويا اللي جاي سايب الشغل ده دلوقتي اصلا. اوكي السايت قدامي فاتحه من على اللاب. مصطفى هحاول من عندك وانا هحاول من عندي هنا. كنترول في. عملنا بيست رقم الجلوس. ويا مسهل انا مش متوتر خالص. resources limit is reached. website مش عارف ايه enable server to request. يلا. طب تمام في الانتظار. عملوا برنامج اسمه نتيجة الثانوية العامة. يعملوا سبوبات كتير من الحوارات دي. ستيل واقع. مش عارفين كده. تمام. اللبيب هو اللي كان بنحاول. ألف مبروك. سعدت بكم وأتمنى الخير لك. رسائل الواتساب ابتدت تيجي والناس ابتدت تجيب في النتائج. هو بيقول لك وما زلنا. يا مساعد. أيوه ايوه ايه بس مبروك. ايه 69 وسواء 20%. طب ماشي. حلو جميل. عربي 54 ماشي. 43 من كام؟ 60 مش عارفين. لا هو من 80 مبدئيا. 43 في الانجليزي. هنحضر حفلة ليلى. انا لا لا ادخلك بوسط. ها
ماشي. ايطالي 32 او شوف الرياضه رياضه بحته 32. ده انا كنت هشيل اصلا تفاضل، انا حالي 12 13 سؤال. تمام. فده كرم من كمية عند ربنا. 39. عاش. كمان 39 انا كنت حاسس ان انا هشيلها برضو. عاش. رياضه تطبيقيه 46 جامد قوي. ده جامد. فيزياء 38 حلو. انا حل اصلا كام جامد. سايب 13 سؤال. الحمد لله. الحمد لله. سكرين طويل وابعتوا لي دوكيمنت واتساب. الف مبروك. يا مسهل يا مسهل يا مسهل. هو انا مش عارف ازعل ولا افرح ولا اعمل ايه بالظبط، لان مفيش حاجه بتحدد والله على حسب مستواي. التنسيق. بالظبط مفيش حاجه تقدر تحدد مستواي اذا كنت انا حلو ولا وحش ولا لا. بس انا شايف ان قرارات الوزير الصبح ان المجمل العام كان اساسا 60%، فالنسبه دي لذيذه بالنسبه لي. النسبه دي لذيذه، وبرده ده مش كلام نهائي وما اقدرش احكم ولا اي حاجه من الكلام ده غير لما التنسيق يظهر. لان الناس اللي حواليا دول برده مش مقياس، انا مجرد بمسك فئه صغيره من الشعب بقيس بيها مهاراتي او حاضر استنى البروس بتاعك اهو، او بقيس بيها درجاتي او مستواي او فبالتالي انت بتقيس بمنطقه محدده وانت عندك جمهوريه كامله. انت بتقيس ب 100 200 نفر وانت الجمهوريه كلها 700,000 طالب ثانويه عامه. فالمقياس طريقه مش لذيذه. انت استنى تنسيق عشان تعرف نتيجتك فعلا اذا كانت حلوه ولا لا. بنسبه كبيره خير ان شاء الله خير. وانا حاسس ان هو عادي، فاهم؟ انا فرحت بس عادي يعني اللي هو صباح الفل. الحمد لله. طبعا انت ليك بتفكر وعمال تقول دلوقتي في نفسك، ما انت مذاكره بره ومذاكره الكفاءات دي، ما انت لازم تجيب مجموع زي ده. عزيزي اللوم مش عليك، يعني دعني اخبرك شيئا. الاستيريوتايب اللي ملا دماغنا ده اللي هو انت لازم عشان تجيب المجموع ال100% او مجموع دي تقول ده انك تقعد على لمبه الجاز 24 ساعه بتذاكر والكلام اياه اللي احنا متعودين عليه من زمان. هبقى اقول لك الكلام ده غلط. الدنيا اتغيرت والنظام كده كده اتغير، فلازم الكلام ده كده كده يبقى غلط. بس الفكره كلها شوف حياتك زي ما قلت لك، انت في ثانويه عامه انت بتعيش مش هي اللي عايشاك. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، بعد ما تعمل اللي عليك انت مطلوب منك انك تراضي ربنا عشان ربنا يرضيك. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا في الاخر جيت الم وشديت على نفسي في الاخر، بس جاي سقط دخلت الكليه اللي انا عايزها في الاخر. يعني انا ما رضيتش زي ما قلت لك اغش في الامتحان، وكان جنبي واحد جايب حاجه 90%. الله اكبر، كان زماني دلوقتي في ممكن دخلت كمان حاسبات اسكندريه. بس يا عالم لو كنت دخلت حاسبات اسكندريه كان ايه اللي ممكن يحصل. زي ما قلت لك راضي ربنا، ربنا هيراضيك. مجموعي قليل بس دخلت الكليه اللي انا عايزها. ايه فايده المجموع بقى؟ قول لي. انا عارف ان الجزئيه بتاعت البرفكشنزم اللي جواك اللي هو يا اسطى انت كان في ايدك تجيب اكتر من كده، انت كان في ايدك انك تذاكر، انت عقلك حلو ومش وحش، ليه عملت في نفسك كده؟ دي كانت موجوده جوايا، فاهم؟ اللي هو انا كان فعلا في ايدي ان انا اذاكر واعمل من الاول واجيب مجموعه اعلى من كده بكتير. بس الفكره كلها انا دخلت اللي انا عايزه، فاقتل الحته اللي جوايا دي خلاص واوفرها للكليه اللي هو تعالي لي بقى فوقي في الكليه، عايزين نجيب مجموعه عالي ونجيب تقديرات ونتخصص في الحاجات اللي احنا عايزينها. فاهم الفكره؟ فاهم الاخر جمله عندنا بنقولها في الكليه لما نتزنق في الميد ترم وايام الامتحانات، لا ذاكر. فاهم؟ انت عملت اللي عليك، ذاكرت لميت خلاص، انت شايف ان انت عملت اللي عليك خلاص، سيب الباقي على ربنا ويرضيه عشان تتراضى. دي اهم حاجه. اتمنى الكلمتين دول يفرقوا معاك. وبس كده يا صديقي، لايك سبسكرايب كومنت شير. حاسس ان انا عايز ارغي معاك اكتر بس صدقني انا مفيش حاجه في دماغي دلوقتي. واتمنى يكون فيديو امبارح فاتك. رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. مع السلامه. لايك يا ولد. انا في حاجه مهمه نسيت اقولها في الفيديو، انا عارف ان هي متاخره قوي بس كان واجب ان انا اقولها في فيديو زي ده برضو، وهي شكرا لاي حد كان واقف معايا في ثانويه عامه. في المقام الاول ابويا وامي، لكن في ناس كتير جدا كانوا واقفين معايا بجانبهم برضو في السنه دي. بحب اقول لهم شكرا ان انتوا استحملتوني في فتره الصياح الطويله دي. شكرا ان انتوا سمعتوا مشاكلي، شكرا ان انتوا كنتوا بتحاولوا تحلوا لي حتى لو كنتوا بتسمعوا بس وما بتحلوش. شكرا على حاجات كتير قوي قوي قوي. انتوا اثرتوا فيا السنه دي، يعني خلتوني امر السنه دي بشكل اسهل من المفروض كانت تمر بيه يعني من غير وجودكم. فشكرا لاي حد كان معايا في ثانويه عامه، وانا عارف انها متاخره بس صدقني انت تستحق الشكر. انا مش عارف اقول لك ايه، بس شكرا يا صديقي.